رئيس الكاف موتيسيبي يثور غضبا من الحكم الكيني بسبب هذه اللقطة المثيرة للجدل في مباراة الكونغو والمغرب، ويحذر المدير التنفيذي للمباراة ويتخذ هذا القرار الحاسم وينتصر للمغرب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت محبا للمنتخب المغربي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد تعادل المنتخب المغربي مع منتخب الكونغو الديمقراطي في المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا من جانب الحكم الكيني، فقد دخل على الخط رئيس الكاف موتيسيبي وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريقيا سبورت، وقال: ما زالت أفريقيا تعاني بسبب التحكيم، فأنا شاهدت مباراة المنتخب المغربي مع منتخب الكونغو الديمقراطية وشاهدت فيها جدلا تحكيميا، خاصة في الهدف الذي أحرزه الكونغو، وهذا الهدف تسلل واضح، واندهشت أن الحكم الكيني وحكام الفار لم يلغوا هذا الهدف. فأنا اتصلت بالرئيس التنفيذي لهذه المباراة وأبلغته حزني الشديد على المستوى التحكيمي في هذه المباراة، وقلت له: عليك أن تجلب حكاما من القارة الأوروبية في الأدوار الإقصائية، لأنه من الممكن أن تتكرر هذه الأخطاء مرة أخرى، خاصة أمام المنتخب المغربي الذي لديه أعداء كثيرة، ومن الممكن أن يخرج المنتخب المغربي من الأدوار الإقصائية بسبب الفساد التحكيمي، وهذا غير مسموح به على الإطلاق. أن نخسر منتخب بحجم المنتخب المغربي بسبب الأخطاء التحكيمية الكارثية، وأنا أبلغت المدير التنفيذي عليه أن يحاسب هذا الحكم الكيني وحكام الفار حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء التحكيمية. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.